أزمة كل سنة، هنفطر عند أهلي ولا أهلك أول يوم رمضان؟ انت عايزين نسيب ميسي ورونالدو عشان ابل شوية بلح؟ حان الآن الموعد السنوي لخناقة كل سنة، هنفطر أول يوم رمضان عند أهلي مش أهلك. مش كفاية بقى خناقات على الموضوع ده يا جماعة ولا إيه؟ كل بيت خصوصا اللي لسه متجوزين جديد، كل واحد عايز ياخد التاني ويروح يفطر عند أهله، وأنا مش هينفع أسيب ماما لوحدها، وأنا لازم بيت أبويا يبقى مفتوح. خناقة. طب جربتوا تتفادوا الخناقة دي؟ إنكم تجيبوا الأسرتين مثلا يفطروا عندكم انتوا، ويبقى ضربتوا كل العصافير بكل الحجار وما زعلتوش حد، او افطروا مع بعض لوحدكم. وفيها ايه لما تفطروا لوحدكم في بيتكم؟ هيجرى حاجه؟ والنبي ما هيجرى حاجه. او اقول لكم على فكره لطيفه وتريحوا دماغكم، اعملوا قرعه بالاسامي، والاسم اللي هتختاروه الاول في القرعه هو ده اللي هتروحوا عنده اول يوم رمضان. او كل واحد يفطر عند مامته ونريح نفسنا، او تروح انتوا الاتنين تفطروا في مائده رحمن ونخلص. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.